دوريان ياتس بيقول: لو شايف الوزن اللي بتتمرن بيه كفاية فهو أكيد مناسب، بس البنوتة صغيرة. صحيت من النوم فجأة وافتكرت إن أنت عندك تمرين، فأخدت شنطتك بسرعة ونزلت، بس لقيت نفسك مرة واحدة النور قطع ورجع تاني. بس أنت المرة دي في إنجلترا، وتحديدا في برمنجهام، في جيم صغير تحت الأرض، مفيش فيه شباك، مساحته 150 متر، مفيش فيه إضاءة، مفيش فيه تهوية كويسة، صوت عالي، ناس بتزعق، ولقيت 2 عمالقة واقفين قدامك وبيقولوا عايزين ذكر يتمرن معانا. فأنت بكل ثقة كده قمت باصص لهم وقلت له وأنا، فبصوا لك قالوا لك هتستحمل؟ The sun goes down. يا جماعه مش ممكن، انا بحبني جدا في كتابه السكريبتات والمونتاج، ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير. المره دي انا هكلمك عن واحد حقيقي من عمالقه كمال الاجسام، وهو العملاق المدرع دوريان ياتس، واسلوب تمرينه اللي باين عليه من اسم بلاد اند جاتس، دماء واحشاء. قبل ما تبدا بس وتقول لي الجمله الحمضانه بتاعت بياخد هرمون، فانا اكيد جاي اكلمك عن واحد بطل مستر اولمبيا 6 مرات، والمره السادسه كان اخدها وعنده قطع في البايسبس وبعدها في الترايسبس قبل البطوله ب3 اسابيع. واحد اتلقب كلمه ذا شادو، الظل، لانه حرفيا كان بيختفي طول السنه، ولما بيطلع يقف على المسرح بياخد اللقب وبيمشي. قالوا عليه ان هو مش انسان، قالوا عليه ان هو وحش مصنوع من الجرانيت، وهو فعلا وحش مصنوع من الجرانيت. فاكيد انا جاي اكلمك عن بطل مستر اولمبيا، اكيد بياخد استرويد، اكيد مش بياخد لوليتا يعني. وقبل ما حضرتك تقول لي جينات، يبقى حضرتك ما شفتش المنافسين بتوعه في الفتره بتاعت الاولد سكول. عندك واحد زي البطل جون ري، افضل تناسق عضلي ممكن تشوفه في حياتك. عندك المدرعه كيفن ليفرون، عندك العملاق ناصر السنباطي الله يرحمه، اللي لما خسر قدام دوريان ياتس واخد المركز الثاني قال بعظمه لسانه ان هو لما راح اوضته في الفندق فضل يبكي بحرقه، لانه كان عارف فرصته في الاولمبياد ذهبت ولن تعد تاني. دول يا سيدي الاولد سكول الصح اللي انا هكلمك عنهم الفتره الجايه، واللي بالمناسبه انا مش واحد منهم، وكنت اتمنى ان ابقى واحد منهم، واللي ما جاش في وقتنا هذا ولا هيجي حد زيهم مع احترامي للجميع. دوريان ياتس صاحب مقوله لو قدرت تدخل مجموعه تانية لنفس العضله يبقى انت اكيد ما دخلتش المجموعه الاولى اصلا. دوريان ياتس اللي قبل ما ياخد اول اولمبيا ليه سافر سنه 92 واتدرب تحت ايد العملاق مايك مينزر بنفس فلسفه ارثر جونز. لو انت ما تعرفش مين مايك مينزر فروح شوف البوست المثبت عندي وانت تعرف يعني ايه مايك مينزر، وبعد كده تيجي تتفرج على الجزء ده عشان ده تكمله للجزء اللي فات. بس دوريان ياتس ما اخدش نظام الهيفي ديوتي بتاع مايك مينزر واتمرن بيه كده وخلاص، لا هو اخده وطوره وعدل عليه بالعقليه اللي خلته فعلا يتقال عليه ان هو وحش مصنوع من الجرانيت. اظن انا اديتك نبذه كده عن الشخصيه اللي هنتكلم عنها وهنتفرج عليه النهارده، ونتفرج على اسلوب تمرينه بلاد اند جاتس، وهنحلله بدون اي تحيز ونشوف هينفع لمين وما ينفعش لمين، وازاي نقدر نستخدمه من غير ما نتحط في نفس الاصابات. اي نعم هو اتصاب بس على المدى الطويل، ولكن ما تكسحش زي روني كولمان. فيلا بينا توكلنا على الله. جدول التدريب يا سيدي بتاع دوريان ياتس هاي انتنسيتي تريننج، نفس الاسلوب اللي العلم الحديث دلوقتي بيقول عليه ان هو افضل اسلوب. اتمرن تحت ايد مايك مينزر اللي كان بنفس فلسفه ارثر جونز، واللي كان طبق نظام هيفي ديوتي. بس دوريان ياتس ما اخدش النظام بتاعه بس كده، لا ده حط التاتش بتاعه. هو اخد من مايك مينزر 4 نقط. النقطه الاولى المجموعه بتاعته توصل للفشل العضلي ويروح فيما وراء الفشل العضلي. النقطه الثانيه فوليوم قليل. النقطه الثالثه زياده في الراحه. والنقطه الرابعه ان هو يستخدم اللوك بوك ويسجل اوزانه. يستكفي بالموضوع ده؟ لا، يبدا بقى يحط التاتش بتاعه. فعمل ايه يا سيدي؟ زود شويه في الفوليوم، مجموعتين او 3 كتسخين قبل المجموعه الرئيسيه. ليه؟ واحد علشان يجهز المفاصل والاربطه بتاعته انها تستحمل الوزن التقيل اللي جاي عليه. 2 علشان يظبط المدى الحركي بتاعه ويتاكد ان بيحصل انقباض كامل وانبساط كامل. 3 عشان يظبط التركيز الذهني بتاعه ويرفع المايند ماسل كونكشن بتاعه. بس ركز، المجموعات اللي هو زودها دي، المجموعتين او ال3 اللي كان بيدخلهم اوزان تدريجيه، وما كانش بيوصل فيهم للفشل العضلي ولا حتى كان بيتعب، بل بالعكس ده كان بيخلص المجموعه وهو مرتاح كليا. النقطه الثانيه نوع في الزوايا بتاعته في التمرين. فعليا الراجل ده كان كلامه منطقي، لان عندك عضله زي عضله الظهر اكيد مجموعه واحده مش هتبقى كفايه لعضله الظهر، وده عكس اللي اتبناه مايك مينزر. هو زود في الفوليوم شويه ولكن يفضل اقل من الفوليوم بتاع مدرسه ارنولد الكلاسيكيه. رقم 3 علم من مايك مينزر ان يبقى معاه سبوتر قوي يعني زميل، ولكن المره دي ما جابش اي سبوتر وخلاص، ده جاب سبوتر قدر يقول عليه فعليا لما صور برنامج التدريب بتاعه في التسعينات قال عليه ان هو شريك، وهو ليروي ديفيد. ليروي ده ما كانش سبوتر عادي على الاطلاق. النقطه الرابعه كان معاه مستشار تغذيه وسبلمنت خاصين ليه، وهو كيري كيز. فالمعادله دلوقتي وسعت شويه. فلسفه ارثر جونز، تدريب العملاق مايك مينزر، عقليه وتطوير دوريان ياتس، سبوتر محترف زي ليروي ديفيز، ومستشار تغذيه وسبلمنت كيري كيز. انت مستوعب اللي بيحصل؟ هم دول الاولد سكول. تعرف انت ايه عن الاولد سكول عشان تقول عليهم بيفهموا ولا ما بيفهموش؟ ده انت ليك الشرف انك تتعلم منهم. تعالى بقى يا سيدي نتكلم عن جدول التدريب ونقسمه النقط. النقطه الاولى التوزيع. جدول التدريب بتاع دوريان ياتس كان يا سيدي بيعتمد على 4 ايام فقط تدريب في الاسبوع، وليكن احنا نمشيها من الاسبوع بتاعنا السبت حد اثنين لغايه الجمعه، لان هم طبعا بيبداوا من يوم الاثنين. السبت صدر وباي، الحد ظهر وكتف خلفي، الاثنين راحه، الثلاث
كتف ودراعات، ال4 رجلين، والخميس والجمعة راحة. معنى كده إن العضلة تتمرن مرة واحدة كل أسبوع. أنت شايف حاجة؟ شوف يا عم سلامة يا عم، انا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. مش مشكلة يا سيدي تشوفها عادي، مش مشكلة. النقطة رقم 2 الفوليوم. التمرين بتاعه بيتكون من 4 مجموعات أو 3 مجموعات. أول مجموعتين أو أول 3 مجموعات دول تسخين، وزن خفيف بيخلص المجموعة وهو مرتاح كله، ولكن المجموعة الأخيرة هي المجموعة اللي بيروح فيها وراء الفشل العضلي. استخدام بقى النيجاتيف ريبس، الفورسد ريبس، البارشلز ريبس، الريست بوز ريبس، أي حاجة، المهم إن هو يوصل في المجموعة ما عادش قادر يتحرك، ما يقدرش يجيب مجموعة تانية في نفس التمرين. رقم 3 طريقة التمرين. التيمبو بتاعه عالي جدا، كان بيركز في التمرين بتاعه مش مجرد وزن بيتزق ويترمى وخلاص. مدى حركي كامل، بيتدرج في الاوزان مظبوط وبيسجل اوزانه في اللوك بوك، وحرفيا كل حصه تدريبيه يا الوزن بتاعه بيزيد يا التكرار بيزيد. وده احنا كنا متعلمينه من الناس الاولد سكول من 2014 و2013 ومن زمان، وكان في ناس متعلمه من قبلنا. مش مشكلتنا ان انت مش فاهم مبادئ الاولد سكول او حد ضحك عليك او دخلك تمرين غلط او هو كان ناسب نفسه لانه هو واحد من الاولد سكول وهو ما كانش كده على الاطلاق. المايند ماسل كونكشن بتاعه، التركيز الذهني في التمرين. دوريان كان بيتخيل دايما ان العضله بتاعته عامله زي السوسته، محطوطه دايما تحت ضغط في ساعه النزول، في ساعه الحركه السلبيه، وبيحصل انفجار في التمرين في الحركه الايجابيه. رقم 4 سايكل التمرين بتاعه، وهنا بقى التركيه اللي حافظت على جسمه من انه ينهار انهيار كلي. دوريان كان بيتمرن تمرين عنيف من 4 ل 6 اسابيع، وبيرجع بعدها ياخد من اسبوعين ل3 دي لود من 40% ل 50%، وبعدها بيقوم اخد اسبوع راحه كامل من التمرين. يبقى بيتمرن شهر ونص تمرين عنيف، ويرجع يتمرن 3 اسابيع تمرين خفيف بيريح فيهم جسمه، ويرجع بعد كده ياخد اسبوع كامل راحه. وهنا هتقدر تفهم هو ليه جسمه ما اتدمرش تدمير كامل زي روني كولمان اللي ما كانش بيريح على الاطلاق. طب نظام التغذيه بتاعه، كميه سعرات حراريه عاليه من 5000 ل 6000 كالوري. طبعا دبابه بالحجم ده تاخد من 5000 ل 6000 كالوري. الجرامات البروتين بتاعته من 2 ل 3 جرام بروتين. الكربوهيدرات كان بيعتمد على الكربوهيدرات المعقده، الرز وبطاطا والبطاطس، والكربوهيدرات البسيطه او السمبل كارب كان بيستخدمها قبل التمرين. طب النظام ده بيشتغل ازاي؟ نظام بلادن جاتس يا سيدي هو نظام هيت هاي انتنسيتي تريننج. بيشتغل كالاتي: واحد، بيحصل تجنيد كامل لوحدات الحركه، مجموعه واحده من 6 ل 10 عدات وزن تقيل بتخليك توصل للفشل العضلي، كفيله جدا انها تفعل كل الالياف السريعه تقريبا في نفس المجموعه. 2 شده عاليه، فوليوم قليل، تحفيز قوي، تعب اقل. 3 تمارين مركبه تقيله بترفع الميكانيكال تنشن والاكسنتريك ستريس بشكل ضخم، وده واحد من افضل عوامل النمو بناء على ابحاث الاكسنتريك اوفرلود. المهم بقى اللي انا عايز اكلمك عنه النقطه الرابعه، دورات التمرين بتاعته اللي هي من 4 ل 6 اسابيع تمرين عنيف، وبعد كده من اسبوعين ل3 تمرين خفيف، وبعد كده اسبوع راحه. ده بيقلل خطر الانهيار الكامل وبيعمل حاجه اسمها سوبر كومبنس. بص يا صديقي، السوبر كومبنسيت ده هشرحه لك بالبلدي. انت لما بتدخل الجيم تتمرن، انت مفكر ان انت بتخش تكبر في الجيم، انت بتخش الجيم تكسح جسمك بالمعنى الحرفي للكلمه، وبعد كده انت جسمك بيكبر في فترات الراحه وفترات الديلود. بس هل جسمك بيرجع زي الاول؟ لا، جسمك بيرجع اجمد من الاول، ودي حاجه اسمها التعويض الفائق. ليه بيرجع اجمد من الاول؟ عشان بيجهز نفسه للضربه الجديده اللي جايه ليه. فدي كانت اهم نقطه في جدول دوريانياس. فخلاصه الموضوع فسيولوجيا الكلام ده منطقي جدا لو اتنفذ صح، باسلوب صح، بتكنيك صح، مفيش غلط، والاستشفاء كان مظبوط. طب ينفع لمين؟ متدرب متوسط متقدم او متقدم. ليه؟ رقم 1 التكنيك بتاعه في التمارين المركبه ممتاز. 2 فاهم جسمه كويس وعارف امتى يشد وامتى يريح. 3 ملتزم بنظامه الغذائي وما بيخرفش فيه. 4 ملتزم بالنوم بتاعه من 7 ل 9 ساعات. احنا هنا بنتكلم عن ناس مش مشكلتها الالتزام والكسل والكلام ده، لا احنا بنتكلم عن ناس مشكلتها الفوليوم بتاعها عالي والشده بتاعتها قليله وعايزه تنط بجسمها لمستوى اعلى. او طبعا هو انسب جدا جدا للمحترفين مستخدمين الاسترويد، لان في عندهم دعم هرموني كامل بيعمل استشفاء للبني ادم اللي بيستخدم استرويد اكتر من البني ادم الطبيعي. ما ينفعش لمين؟ نهائي نهائي ما ينفعش للمبتدئ، لسه لا ظبط التكنيك بتاعه، لسه ما رفعش المايند ماسل كونكشن، التركيز الذهني بتاعه لسه ما عرفش قدراته، لسه ما فهمش جسمه لسه في البدايه. اي حاجه هتبقى كويسه ليه، ومش احسن حاجه خالص للطبيعي اللي 1 بيعاني من نوم سيء، بينام اقل من 7 ساعات، او اللي الجهاز العصبي المركزي بتاعه مجهد على طول. ده هيتصاب، لان غلطه واحده في التمرين بالاسلوب ده انت فعليا هتتصاب. 2 واحد عنده تاريخ اصابات سواء كان في الظهر او في الكتف او في الرجلين. 3 اللي بيتمرن لوحده مفيش معاه سبوتر كويس. يا جماعه التمرين فهم، مش كلام بيتكرر وخلاص ادخل ايه واتمرن ايه واعمل ايه. لا، انت لازم تبقى فاهم انت ظروفك ايه، انت ايه اللي ينفع معاك، انت ايه اسلوب حياتك اللي يبقى كويس ليك. هتقول لي طب يا عم زامو دلوقتي انا الراجل عايز استخدم الفلسفه بتاعته، مش انت راجل مدرب وفاهم؟ طب ما تظبطها لي ان هتمشي معايا. هقول لك اكيد طبعا. تفتكر ان هسيبك كده؟
اسمع مني الكذا نقطه دول، حطهم في دماغك لو انت عايز تستخدم الفلسفه بتاعته والاسلوب التدريب بتاعه. رقم واحد، خليك واقعي وما تقارنش نفسك لو انت بتتمرن طبيعي بواحد تاني بيستخدم استرويد. رقم اتنين، خد منه الشده العاليه وتسجيل اوزانك في اللوج بوك. في النهارده ابلكيشنز كتير بتسجل عليها الاوزان، هيفي، جي فيت، في كذا ابلكيشن، لكن عدل الحجم والشده والفيلير اللي يناسب ظروفك ومستواك انت كراجل طبيعي. رقم ثلاثة، حافظ على جدول التدريب بتاعك لشهور، مش كل شهر تغيره. بالاسلوب ده هتقدر تتابع نفسك وتقدر تتابع برنامج التدريب بتاعك وتشوف انت بتتطور في ايه وايه اللي ناقصك ومحتاج تظبطه. رقم أربعة، ارفع المايند ماسل كونكشن بتاعك، ارفع التركيز الذهني بتاعك، تعلم المدى الحركي الكامل لان انت كل عده محتاجها في التمرينه دي. رقم خمسة، ظبط دورات شده البريوديزيشن بتاعتك. تمرينك يبقى من 4 ل 6 اسابيع تقيل، وبعد كده خد من اسبوعين ل 3 ديلود، وبعد كده خد اسبوع راحه. ما توصلش للفشل العضلي في كل زاويه هتتمرنها وفي كل مجموعه هتتمرنها في نفس اليوم. ممكن تبقى مجموعه واحده بس توصل فيها للفشل العضلي، والباقي ممكن تسيب من عدتين لثلاثه في التاني. نصيحتي الشخصيه، تمارين العزل اوصل فيها للفشل العضلي وروح ما وراء الفشل العضلي بوجود سبوتر كويس، لكن التمارين المركبه اوصل فيها قريب من الفشل العضلي، سيب من عدة لعدتين في التاني. واسمع دي، لو نايم قليل او مجهد مش لازم توصل للفشل العضلي خالص، ممكن تقرب من الفشل العضلي. ولو حاسس ان انت تعبان ما تنزلش الجيم من اصله، الدنيا مش هتطير. اصل تنزل الجيم تتصاب وترجع، اظن انا كده كفيت ووفيت. انا مش جاي اجبرك انك تحب الاولد سكول او تكرههم، تتفق معاهم او تختلف معاهم، لكن لما تيجي سيرتهم انت لازم تقف قدامهم انتباه، لازم تديهم احترام. يكفي ان هم اللي علموك يعني ايه تخش الجيم ويعني ايه تمرين. انا هنا يا جماعه كلامي لفئه معينه، مش كلامي لكل الناس، باقي الناس كلها لها كل الاحترام والتقدير. وهتعمل فولو علشان الفيديو الجاي انا هخلي دماغك تلف. سلام.